تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله سماحة السيد أحمد. تفضل، أهلا وسهلا. بشرونا عنكم سماحة السيد. تفضلوا. أنا موالي من مصر ومتابعين لكم. أهلا وسهلا. حياكم الله، أحببنا نسمع صوتكم أهلا وسهلا ومرحبا. ونسلم عليكم. حياكم الله. أنتم في لبنان أم في العراق يا شيخ؟ في العراق، في العراق نحن. في العراق. ادعوا لنا يا شيخ، ادعوا لنا، ادعوا للموالين في مصر. الحمد لله، نسأل الله تعالى إن شاء الله ينصركم. حياك الله. والله يا شيخ كنت أحببت دليل من أقوال الأئمة المعصومين على جواز التطبير على الإمام الحسين وضرب الزناجيل. هل الأئمة المعصومين أمرونا بذلك؟ يا الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هاي ما أعرف يعني، ما أعرف أنت، ما أعرف هذا السنة، ما أعرفها. أنت إيش؟ لا علم لي بهذه الأسئلة. بس أنت سيد يا سيد أحمد، أنت سيد شيعي. مين اللي لبسك العمامة دي؟ إيه؟ أنت حضرتك جدك؟ لا علم. أنت لا علم لي. أمك الزهراء؟ لا علم لي في هذه الأسئلة. طيب يا شيخ، عندك دليل من القرآن على تنصيب الأئمة الاثني عشر؟ يا الله. سكر لا علم لي بهذه الأسئلة. ما نحن نعلم أيها المعممين أنكم لا علم لكم بهذه الديانة. نعلم أيها المعممين أنكم لا يوجد عندكم أدلة على هذا المعتقد المخالف للقرآن والسنة. وهذا المعمم من النجف ويتابعه المئات، اسمه سيد أحمد وهذه صورته. لا يوجد عندكم دليل محكم على أي عقيدة خالفتم فيها المسلمين. فتركنا يعني مطالبتكم بأدلة من القرآن ومطالبتكم بأدلة من السنة، والآن كلكم اعطونا أدلة من أقوال المعصومين اللي أنتم تزعموا أنهم معصومين من هذا التراث المجوسي اللي هو خلف الآن. اعطونا دليل على ما تفعلونه من الشعائر الوثنية، من المشي على الجمر ومن السجود للضريح الحسيني والضرب بالزناجيل. اعطونا الأدلة على ذلك. لا عندنا دليل، لا يوجد عندنا دليل، لا يوجد عندنا. اللهم اهد عوام الشيعة من أيدي هؤلاء وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. كان معكم سيد الشيعة المسمى بسيد أحمد.